إعدام الفيلة ماري شنقا، قصة أغرب من الخيال. سنحكي اليوم قصة إعدام الفيلة ماري، وهي قصة مليئة بالقسوة والدناءة والرغبة بالكسب من أسوأ المواقف. هي قصة عن شريعة الغاب حينما يتبناها البشر فتختفي الرحمة من قلوبهم. ماري هي فيلة مدربة تقدم عروضا مشوقة في سيرك متجول. في سنة 1916 حط السيرك رحاله في مدينة كينغسبورت في ولاية تينيسي الأمريكية. كجزء من الدعاية قام السيرك بعمل عرض في الشارع الرئيسي للمدينة، وكان والتر إلدريدج يمتطي الفيلة ماري على الرغم من أنه لا يملك أي خبرة في ركوب الأفيال أو التعامل معها، فلقد تم تعيينه في السيرك منذ يوم واحد فقط. لكن أحدا لم يهتم بأن إلدريدج يحمل ما يشبه الحربة ذات الرأس المدبب، وهي أداة تعذيب يتم وخز الفيلة بها أثناء التدريبات حتى تتعلم طاعة الأوامر. وكما أسلفنا كانت ماري فيلة مدربة، فلم يعتقد تشارلي سبارك مالك السيرك أنها ستخالف أوامر أي شخص يحمل هذه الأداة. في يوم العرض كانت ماري تعاني من تورم جلدي بالقرب من فمها يسبب لها ألما لا يوصف، وفي أثناء العرض شاهدت ماري قشرة بطيخ فتوقفت لتأكلها، فحاول إلدريدج أن يجعل ماري تواصل الحركة، لكنها رفضت وظلت تأكل قشرة البطيخ، فما كان منه إلا أن وخزها في منطقة التورم التي تؤلمها. وكانت ردة فعل ماري سريعة كالبرق، فبخرطومها جذبت إلدريدج من فوقها وألقته على الأرض وداست على رأسه بقدمها فتفجرت جمجمته وتناثرت الدماء وبقايا الدماغ على الطريق، ثم عادت ماري لهدوئها. أثار هذا التصرف الهلع والذعر في قلوب الناس الذين كانوا في الشارع، فبدأ بعضهم يصرخ قائلا اقتلوا الفيلة، والبعض الآخر فر من المكان. أحد الحدادين كان يمتلك سلاحا ناريا فأطلق 5 رصاصات على ماري لكنها لم تتأثر. هاج سكان المدينة ونادوا بالقصاص من الفيلة، ومنهم من اقترح أن يتم ربطها إلى قطارين يسيران باتجاهين مختلفين ليتم قتلها تمزيقا، وآخرون اقترحوا وسائل أخرى لقتلها. أدرك سبارك مالك السيرك أن الناس تريد الانتقام وأن الفيلة ستقتل في كل الأحوال وسيخسر ثمنها، فقرر أن يكسب بقدر المستطاع من هذا الموقف الخاسر حتى لو تسبب بعذاب لا داعي له لحيوان مسكين. فكرة شيطانية. اقترح سبارك على أهل المدينة أن يتم شنق ماري، واتصل بمدينة إيروين التي كان ينوي السيرك زيارتها بعد مدينة كينغسبورت، وطلب من سكانها استعارة رافعة تستعمل برفع عربات القطار وتستطيع حمل 100 طن. وبدلا من دفع مقابل مادي لاستعارة الرافعة، عرض سبارك على أهل مدينة إيروين حضور الشنق مجانا. في يوم الشنق تم تثبيت سلسلة حول قدم ماري حتى لا تتحرك، وتم لف سلسلة أخرى حول عنقها، وبدأت الرافعة رفع ماري شيئا فشيئا، ولكن أحمقا ما نسي أن يفك السلسلة المرتبطة بالأرض والتي تقيد حركة قدميها، فتسبب الجذب الواقع على ماري بتمزق في قدمها. سمع الحضور صوته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد أن استطاعت الرافعة رفع ماري عن الأرض لارتفاع لا يزيد عن 1.5 متر، انكسرت السلسلة الملفوفة حول رقبتها، فسقطت ماري وارتطمت بالأرض بقوة فكسر حوضها، فجيء بسلسلة أغلظ وتم لفها حول عنق ماري. هذه المرة السلسلة لم تنكسر، وأخذت ماري تختنق وتصدر أصواتا تعبر عن عذابها وألمها من الاختناق ومن الكسور التي تعاني منها. في نفس الوقت كان الجمهور يعبر عن سعادته بما يراه بالصخب وبأصوات الاستحسان. ظلت ماري مشنوقة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك فحصها طبيب بيطري وأعلن وفاتها، دون أن يعلم الحضور أن شهادة وفاة إنسانيتهم كانت قد أعلنت قبل ذلك، وبالتحديد في اللحظة التي قرروا فيها الانتقام بوحشية من مجرد حيوان.